بقالي كتير ساكتة. بقالي 5 سنين ساكتة وكاتمة جوايا. بس النهاردة قررت اتكلم، يمكن حد يحس بيا او يمكن ربنا يسمع مني. انا هنا، عندي 32 سنة. اتجوزت من شخص بس بعيد، مش من بلدي، وبعدت كل البعد عن اهلي. بقالي سنتين مبقاش يجمعني بيهم غير التليفون بس، او زيارة كل سنتين مرة، اسبوع بس وارجع تاني. انا عموما شخصية كتومة جدا. حتى امي وابويا عمري ما حكيت لهم عن الوجع اللي جوايا. هما فيهم اللي مكفيهم، ليه اوجع قلوبهم؟ ابويا داخل على 70 سنة ولسه بيشتغل غفير بالليل، وامي في الستينيات بتربي اطفال ايتام جابهم القدر عندها. كل مرة كنت بكلمهم كان نفسي اقول لهم اني تعبانة، بس لساني بيسكت واتلجم، لانهم دايما يسبقوني بالشكوى، فببلع الكلام جوايا والوجع. جوزي بيضغط عليا في كل حاجة، بيشتغل عامل بنا، يرجع يقول لي مفيش فلوس. قلت طب دور على شغل تاني. يقول لي انا بعرف ايه يعني، انا بقالي من 11 سنة في الشغل ده، ما بعرفش اعمل غيره. ونرجع نتخانق ويخرج ويسيبني، وافضل افكر لحد دماغي ما تتشل واروح في النوم. اعمل ايه؟ ابيع ايه؟ هدفع الايجار منين؟ لو حد تعب من ولادي هودي فين؟ لحد ما بقيت اعيط وانا ماشيه وبدعي ان ربنا يهون عليا. رحت لحماتي، قالت لي ماليش دعوه. فكرت في الطلاق، بس هروح فين؟ هروح لاهلي ازود همهم؟ لا، اخدت القرار اسكت واتحمل، اعيش كاني مش عايشه. بقالي شهر باكل كل يومين مره، شعري بقى يقع، لساني بتتكسر، بعيط لوحدي، بقفل باب الاوضه، بتمنى اموت. فكرت كتير انتحر، بس عيلي هيروحوا فين؟ محدش في حياتي عارف حاجه، كل الناس عندها اللي مكفيها. حتى انا بقيت مش فارقه، ما عادش فيا غير الهروب والنوم لحد ما يعدي اليوم ويجي اللي بعده، وانا زي الورقه لو شويه هواجم هطير. انا مش طالبه حاجه منكم، بس كنت عاوزه احكي يمكن ارتاح، يمكن صوتي يوصل لحد، ممكن ربنا يسمع مني. قولولي اعمل ايه واروح فين؟